دي مش مجرد ساعة، دي كانت لغز وأسطورة، وبعض الناس قالوا إنها فيها سحر وجن، بس الحقيقة إن كان فيها عبقرية بشرية سابقة لزمانها بقرون. تعال معايا نرجع بالزمن شوية كده، مش شوية لا شويتين، لغاية 1200 سنة فاتت قبل ما سويسرا حتى تبقى موطن للساعات. الوقت ده كان في إمبراطور أوروبي اسمه شارلمان، كان رمز القوة في أوروبا وبيحكم من قصره في آخن بألمانيا. في المقابل في الشرق كان في راجل تاني، الخليفة هارون الرشيد، حاكم بغداد العاصمة اللي كانت بتنور الدنيا كلها بعلمها وفكرها. وفي يوم من الأيام وصلت قافلة من الشرق لغاية قصر الإمبراطور، قافلة ولكن معاها شيء غريب، هي هدية بس غريبة شوية. أولا كده كان عبارة عن صندوق خشب مزين بالنقوش العربية، كان جواه آلة ما شافوش زيها قبل كده، واللي هي ساعة مائية ميكانيكية. بس لما الساعة الهدية دي بدأت تشتغل جوه القصر وابتدت تتحرك جواها تماثيل نحاسية صغيرة وتدق أجراس، رجال الدين اللي في القصر كان ليهم رد فعل تاني. فرجال الدين فورا قالوا من رد فعلهم ان الآلة دي اكيد مش آلة بشرية، الآلة دي اكيد جواها جن. لكن اللي محدش كان يعرفه وقتها ان اللي شافوه ده ما كانش سحر، ده كان علم وهندسة وفن اسلامي سابق لعصره بمئات السنين. فالنهارده في الفيديو ده هنتكلم عن القصة دي بالتفاصيل، خليفة هارون الرشيد والامبراطور شارلمان، وعن الساعة اللي حيرت اوروبا، لكن في الحقيقة هي كانت واحدة من اولى عجائب الميكانيكية في التاريخ. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات. تعال نبدأ الفيديو، وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس، تعمل شير للفيديو علشان ده بيساعدنا ان احنا ننتشر وبتشجعنا على ان احنا نكمل مع بعض. تعال في الأول نروح لزمن 786 لغاية 806 ميلادي، ونعرف أولا عن التاريخ شوية. من هو هارون الرشيد؟ هارون الرشيد هو كان خامس خلفاء الدولة العباسية، وحكم من 786 لغاية 806 ميلادي. اتولد في إيران ونشأ في بغداد. في وقته الدولة العباسية وصلت لأحسن صورة ليها. بغداد كانت ساعتها أكبر مدينة في العالم من حيث الثقافة والعلم، شوارعها مليانة مدارس، مكتبات ومراكز ترجمة، وكان فيها بيت الحكمة، مركز الترجمة العظيم اللي جمع علماء من كل مكان، فرس، عرب، يونان، الأخ، كلهم كانوا بيترجموا الكتب الفلسفة والهندسة والطب من اليونانية والفارسية للعربية. وكان أساسا الخليفة نفسه راعي للعلم، زي ما تقول كده دلوقتي في وقتنا الحالي هو سبونسرشيب، زي مثلا لما تلاقي ريال مدريد حاطه كلمة فلاي إميريتس على التيشيرت بتاعها. والخليفة ساعتها كان بيدعم المخترعين ويقرب العلماء، كان بيكافئ أي عقل مبدع بيبتكر أو بيفكر في فكرة جديدة. ومن وسط الجو ده اتولد أفكار هندسية مذهلة. عشان كده خليني أديك نصيحة على الجانب ان البيئه ممكن تاثر على انتاجيتك وعلى نجاحاتك، فخلي بالك من البيئه اللي انت فيها. والهندسه اللي وصلوا لها دي اللي خلتهم يعملوا الساعه اللي هنتكلم عنها في الفيديو دلوقتي. وهارون الرشيد نفسه اساسا ما كانش مجرد حاكم بيدير البلاد وخلاص، ولكن كان حاكم دبلوماسي ماهر جدا، وكون علاقات قويه مع حكام اوروبا ومن ضمنهم شارلمان. وده اللي بيقوله التاريخ مش اللي انا بقوله، والتاريخ في كده وكده. فلو عندك اي خلافات بالنسبه لي اكتبها لي في التعليقات، ممكن التاريخ غلطان وانا بنقل صوره غلط عن التاريخ، فممكن تصحح لي في التعليقات. العلاقات ما بين الشرق والغرب، الناس كانت فاكره ان عشان ده الاف السنين فاتت فما كانش في تواصل ما بين الشرق واوروبا، ولكن الحقيقه ان كان بينهم تواصل دبلوماسي وتجاري نشط جدا. الرحاله كانوا رايحين جايين ما بين بغداد واوروبا، والخليفه هارون الرشيد كان بيستخدم الهدايا كوسيله دبلوماسيه ذكيه. كان راجل ذكي وخليفه وقائد بلاد، فكان عنده اكيد مهارات تكتيكيه. بالهدايا اللي كان بيبعتها كان بيبهر بها الملوك، وفي نفس الوقت بيوريهم عظمه الحضاره الاسلاميه. ومن بين الهدايا اللي كان بيبعتها للحكام الساعه المائيه. حوالي سنه 807 ميلادي قرر هارون الرشيد انه يبعت قافله كبيره مليانه هدايا لشارلمان، كانت مليانه بالحرير والعطور وهدايا تانية كتير. لكن اهم حاجه في القافله دي كلها كانت الساعه اللي بعتها له. كانت ساعه ضخمه ارتفاعها يقارب مترين، ومصنوعه من النحاس والبرونز، وفيها نظام معقد بتشتغل بالتروس والانابيب اللي بتشتغل بالميه. كل ساعه في الساعه دي لما كانت بتعدي كان بيحصل فيها صوت جرس، وفي نفس اللحظه بتتفتح ابواب صغيره وبيطلع فارس نحاسي صغير فوق حصان بيجري حوالين دايره، واللي كان بيحصل ده علشان يدل على مرور ساعه من الزمن. وفي اخر النهار لما تكمل 12 ساعه بيكون فيها كرات معدنيه بتقع جوه اناء تعمل اصوات موسيقيه متتابعه زي سيمفونيه ميكانيكيه بدائيه ولكن عبقريه. التفاصيل دي كلها ما كانتش بس بتخليها كآلة زمنيه، لكن كانت عباره عن عرض بصري مذهل
مذهل تبهر اي حد يشوفها. في مؤرخ من المؤرخين كتب عنها في القرن التاسع وقال: كل ساعة تفتح فيها ابواب ويخرج منها فرسان نحاس يعلنون الوقت. الامبراطور جلس مذهولا امامها وقال انها من عمل السحر. لكن العلماء العرب في بغداد كانوا عارفين بالظبط انها هندسة مائية ميكانيكية. بس ازاي كانت الساعة دي بتشتغل فعليا؟ يعني الميكانيزم الاساسي في الساعة كان بيعتمد على تدفق المية بمعدل ثابت. المية كانت بتملأ انبوب داخلي ببطء، وده بيحرك عوامة مربوطة بحبل موصولة بعجلة التروس. لما العوامة دي تعلى العجلة بتلف، وده في حد ذاته كان بيحرك حركة ميكانيكية. تروس صغيرة ليها علاقة بالابواب، ودراع ميكانيكي هو اللي بيتحكم في الكرات المعدنية، ونوابط بسيطة هي اللي كانت بتتحكم في الفتح والاغلاق. وكل ده من غير كهرباء ولا بطارية، ولكن كلها قوانين فيزيائية بحتة. الناس اللي اخترعوا الساعة دي هم نفسهم اللي مهدوا لعلم الميكانيكا الدقيقة اللي سويسرا نفسها هتبني عليه بعد 700 سنة. طب رد فعل شارلمان كان ازاي اول ما شاف الساعة دي والميكانيزم اللي بيحصل فيها؟ لما شاف شارلمان الساعة لأول مرة وقف مذهول وسأل مترجم البعثة العربي، قال له: هل ده سحر؟ فابتسم المبعوث ورد عليه قال له: دي عبقرية بغداد. بس رجال الدين وقتها كان ليهم رأي مختلف خالص وما قدروش يصدقوا، وقالوا ان الآلة دي فيها أرواح خفية أو جن بتحركها، وكان في ناس فعلا ساعتها كانوا خايفين يقربوا منها. الهدية دي فضلت رمز لدهشة أوروبا من الشرق، وكانت قد ايه ان دي كانت ظاهرة غريبة فوق خيالهم العلمي. في مصطلح بقى مهم نعرفه، والمصطلح ده اسمه اوتوماتون. بس الكلمة دي اساسا اللي هي اوتوماتون هي اصلها يوناني، ومعناها الشيء اللي يتحرك من نفسه، او زي ما قلنا انسان آلي. في العصور الوسطى العرب واليونانيين كانوا بيحاولوا يصمموا آلات تتحرك ذاتيا زي الاوتوماتون، سواء للتسلية او لعرض علمي. في كتاب الحيل للمهندس بنو موسى ابن شاكر تلاقي رسومات لآلات بتفتح الابواب لوحدها، وكمان حاجات تانية زي الاواني كده بتصب المية من غير ما تلمسها، وطيور ميكانيكية بتتحرك بضغط الهواء. وده يدل على ان الساعة اللي عملها الخليفة هارون الرشيد هي اساسا كانت معمولة من واقع كان اوريدي موجود فعليا، ولكن هو كان علم الاوتوماتون، وهو الانسان الآلي او الشيء اللي بيحرك ذاتيا او بيحرك نفسه، وده كان علم تطبيقه مبهر. من بغداد الى سويسرا هنرجع من ال 1200 سنة اللي سبناهم ونقدمهم تاني لوقتنا الحالي، وهنروح براند ساعات مميز جدا ولسه موجود معانا لغايه دلوقتي وبيعمل ساعات، والبراند ده هو فاشرون كونستانتا، ودي واحده من ارقى شركات الساعات في العالم. الشركه دي عملت مشروع مذهل واللي هو قدامك في الصوره ده اسمه لا موزيك دو تيمبس. هي عباره عن مجموعه ساعات فيها مجسمات بتتحرك كل دقيقه بدقه مذهله، وفي واحده منهم اسمها سترونومر اوتوماتون. هو عباره عن تمثال ذهبي واقف جوه كره سماويه، وبيرفع ايده اليمين علشان يحدد الساعه وايده الشمال علشان يحدد الدقائق. كل حركه في الاوتوماتون ده معمول بتروس دقيقه جدا، وكل صوت جرس فيها محسوب على اعلى مستوى من الدقه الصوتيه. بس خلينا نتفق، اللي بتشوفه النهارده في شركه فاشرون هو مش فكره جديده، ده تطور طبيعي لفن الاله الذاتيه او الاوتوماتون اللي بدا في بغداد. فنفس الذهول اللي انت بتشوفه لما تشوف ساعه فاشرون اللي قدامك الاسترونومر هي نفس الذهول اللي كان بيجي للامبراطور شارلمان لما بعت له هارون الرشيد الساعه اللي كانت هديه. فالساعه اللي اتبعتت كهديه دي ما كانتش بس كهديه، هي كانت رساله ثقافيه وسياسيه. هارون الرشيد بالساعه اللي بعتها لهم هديه كان ممكن يكون محتاج يوصل رساله ويقول لهم ان العلم عندنا مش عندكم، وطبعا الرساله دي كانت مليانه بالاحترام والثقه بالنفس من حضاره عارفه قيمتها. والجميل ان القصه دي لسه بتتذكر في المصادر الاوروبيه كاول مثال لنقل التكنولوجيا من الشرق للغرب. فقصة ساعة هارون الرشيد وشارلمان هي واحدة من اللحظات اللي بتوضح الفرق ما بين الدهشة والذهول من التكنولوجيا وفهم التكنولوجيا. اللي شافوها قالوا ان دي فيها سحر، ولكن اللي صنعوها واللي عملوها واللي ابتكروها عارفين ان دي علم. وفي الوقت اللي كانت فيه اوروبا كانت مذهولة بالساعة وبالابتكار ده نفسه وقالوا لك ان دي كان فيها سحر، بغداد كانت بتصنع آلات بتتحرك بنفسها وتحسب الوقت بدقة مذهلة. فلما تبص على ساعات النهاردة فاشرون، باتيك او حتى اي بي، افتكر ان اصل الفكرة دايما كانت نابعة من فين. فعلشان كده الساعة اللي راحت من بغداد لاوروبا ما كانتش مجرد هدية، كانت رسالة مليانة احترام وثقة بالنفس ورسالة توضيحية ان العلم اساسه
ومنبعه كان موجود من فين. وانا متاكد ان التاريخ العربي مليان قصص كتير زي القصص دي، مش شرط في الساعات، ممكن يكون موجود في حاجات تانية، ولكن العربي لازم يدور في تاريخه علشان يعرف ويرجع ثقته بنفسه. العربي اساس كل شيء، العلم والحساب والجبر والصفر والنجوم والطب وكل حاجه، ولكن يعني هو الزمن تقلبات، فنتمنى ان الزمن يعيد نفسه ونطلع تاني ونتشرف ان احنا دايما عرب. شكرا ليك انك وصلت في اخر الفيديو. انا معتز وبحب الساعات. ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس وتشير الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، عشان ده بيشجعنا ان احنا نستمر في المحتوى. وقول لي رايك في التعليقات، هل كنت تعرف معلومه شارم مان ولا لا؟ وهل في معلومه انا ذكرتها غلط في الفيديو؟ لو في معلومه انا ذكرتها وكنت غلطان فيها صححها لي في التعليقات، واكون شاكر جدا ليك. وانا سعيد انك وصلت لاخر الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.